السلام عليكم، فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة رشيدة ماين. اليوم غندير معكم واحد الحلوة بالتمر كتجي لذيذة. عندي 250 غرام ديال الزبدة. هنايا كانت الزبدة شوية قاصحة، حكيتها باش تسهل عليا في الخدمة، مع قبصة ديال الملح، 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي اولا السكر ثقيل، شوية ديال الفاني بودر الا عندكم ساشي استعملوا الساشي. وهنايا كنخدم ديك الزبده مع كاس ديال الزيت. هنايا كنحاول نخدمو مزيان مزيان تذوب لينا ديك الزبده. من بعد ضفت 4 كاس اولا 3 د المعالق ديال ماء الزهر. غادي نعاود نخدموه مزيان. كتجي هاد الحلوه زوينه وهشيشه دغيا كتذوب في الفم. هاد الحلوه ما فيهاش البيض وما فيهاش الخمارات. صافي هنايا كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، ما كندلكوش، يعني بحال العجينه ديال الصابلي، غير كنجمعوها صافي كتكون رطبه. هنايا جمعتها في بلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه. هنايا خديت 500 غرام اولا نص كيلو ديال العقده ديال اولا العجينه ديال التمر. ضفت ليها 3 المعالق كبار ديال اللوز محمر ومطحون، ملعقه كبيره ديال الزبده، ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال ماء الزهر. كنخدموا دوك المكونات مزيان ومن بعد كنشكلوا حراب الرقاق على هذا الشكل. كنرجع للعجين. هنايا كنبسط ديك العجينه بين جوج بلاستيكات وانا كنرش بالدقيق. تكون متوسطه، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. صافي كنبدا نشكل دوائر بديك القطعه الصغيره. نتمنى تجربوا هاد الحلوه وتخليوها ليا في لي كومونتير، وما تبخلوش عليا بالبارطاج وبلي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل مرحبا به. كناخذوا ديك العجينه ديال اولا الحربول ديال التمر، كنقطعوه على حسب الحجم ديال الدائره. كنجمع ديك العجين على التمر وكنشكلوها على شكل اصابع. نبقاو على نفس الكيفيه او نفس الطريقه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. اخر مرحله كناخذوا المنقاش اولا المنقال، كنبقاو نقشوا به دوك الاصابع الشكل كيف ما بغيتو. هنا راه قبل شعلت على الفران باش يسخن. صافي كنسالي من النقش ديال دوك الاصابع، كنستفهم في طاوه وكندخلهم للفران. العافيه غير من التحت كتكون مهيله حتى تبان لينا بدات كتحمر، وكنزلوا اللاطه لتحت غير يبدا اللون ديالها يذهب ونخرجوها نخليوها حتى تبرد.
من بعد ما خرجت ديك اللاطات وخليتهم تبردوا مزيان، سكر كلاصي، وكندوز فيه دوك الاصابع وانا نحاول نمسح باش تبان ليا ديك الرشمه ديال اللي درت بالمنقاش. هكا ما كتاخدش لينا بزاف ديال السكر او ميم طون كتبان لينا ديك الرشمه. كنبقى هكا حتى كنسالي كاع الكميه كامله اللي عندنا. من بعد ما ساليت ديك الكميه كامله هكا كتجي هشيشه ودغيا كتفرتك.